ده ما ترميش عليه، ده مش هياكل معاك لو طعمت له بسمسم. السمكة ديت مطلعة بوزها من المية كده، هي مش قادرة تتنفس، ده بيبقى اسمه نقص اكسجين في المية. فانت ما تشتغلش على السمكة دي خالص، اللي هي بالمنظر ده كده اهي. ممكن هتلاقي فيه هنا تاني، يعني المنظر ده يا صاحبي ما تشتغلش عليه، مش هتاخد منه حاجة. طب هشتغل فين؟ السلام عليكم حبايبنا ومحبينا ومتابعينا في كل مكان. الفيديو اللي فات انا قلت لك هشرح لك كل حاجة في الفيديو اللي جاي. لو انت مش متابعنا تابعنا عشان يوصلك كل جديد. احنا عندنا طول السنة صيد، صيف شتاء. الصيد مفيش حاجة اسمها تلم العدة ومفيش حاجة اسمها موسم، في اختلاف بين السمكة، نوع السمكة اللي هو البلطي ده كذا نوع. اتفضل. فكل نوع وكل ميه ليها توقيت على مدار السنه بتشتغل عليه. الطعم ليه وقت، والريم ليه وقت، والغله ليها وقت، والكلام ده كله، وصيد الحي ليه وقت. طيب الميه ليه مش شغاله؟ الجو لما محرر قوي كده اثر على الميه على مستوى مصر كلها. مش هقول لك يعني هو عندنا بس في البحر الفرعوني او البحر الاحمر مقصره، لا، اي حد تاني بيصطاد في اي حته لا الميه مقصره، والحر بيأثر جامد جدا. قلت لك قبل كده لما تطلع على الميه وتحط ايدك في الميه تلاقي الميه دافيه او سخنه، السمكه بتقصر. طيب الصبح بدري ما طلعش. الصبح بدري الناس كانت بتسالني تقول لي افضل وقت للصيد. كان افضل وقت للصيد من 10 ايام ما كنت مريت الفيديوهات اللي فيها السمك الكبير ده الصبح بدري وعلى مدار اليوم لو ما فيش هواء. فدلوقتي الصبح بدري ما طلعش، مش هتاخد سمك. ليه؟ مع سخونيه الميه وتريحه الليل تحس ان الميه الصبح مفوره او فايره او مرغيه، مش هتلاقي السمك كله عايم كتير جدا بس ما ياكلش. هترمي عليه ما ياكلش. هنزل لك دلوقتي لقطه للسمك اللي عايم، هترمي على دماغه لو رميت له سمسم مش هياكل. ليه بقى؟ لان هي السمكه مخنوقه فطالعه يا دوبك بتتنفس، هي مش قادره تتنفس عشان تاكل. ترمي عليها تاخد واحده، تاخد بتاع، لكن هتاخد ورا بعض ولا. هفرجك كده اوري لك، يعني دلوقتي مقلب لك التليفون هوري لك ترمي على ايه بالظبط، يعني الحتت اللي ترمي عليها. بالنسبه للادوار البحر كله دلوقتي بياكل. الكلام ده بيبقى في اول موسم البلطي العايم. بتاكل فين او الادوار فين؟ اتفضل. بس دلوقتي البحر كله بياكل. طب في ناس جيت قعدت في الدور اللي انا بصطاد فيه وجايب منه السمك الكبير ده، بيقول لي احنا ما خدناش حاجه خالص. طيب انت جيت قعدت مكاني، اتفضل. معلش يا جماعه طريق يقول لي احنا جينا قعدنا مكانك وما خدناش حاجه خالص وبتاع، وهو نفس الدور ونفس البتاع. طب ما هو نفس الدور بس انت ما عملتش اللي انا قلت لك عليه. يعني انت اصطدت برضه بطريقتك وغمقت ورميت وانت ما عملتش اي حاجه من اللي انا قلت لك عليها. هتاخد سمك ازاي؟ انا مش علام على حد يا جماعه، بس احنا والله تعبنا جدا عبال ما وصلنا ولا دي ولا دي. اصبر بس دي عبال ما وصلنا للمرحله دي. يعني كنا نمشي ورا الناس، هي دي شغلتها وده اكل عيشها وده رزقها. بس صعب انها تديك المعلومه. مشينا وراهم سنين عبال ما اتعلمنا وعرفنا ازاي نصطاد وازاي ناخد سمك. فانا عايزك تتعلم عشان ما تزهقش. ما تجيبش عود لو انت مبتدئ وتطلع الطلعه والتانيه وترميه. عايزك تاخد سمك عشان تتمتع وتنبسط. والناس اللي بتيجي من السفر دي والله بتصعب عليا، بتيجي من السفر وتقعد وما بتاخدش حاجه. فلو انت هتطلع تصطاد على الميه اللي انا بصطاد عليها، طبق اللي انا بقوله لك بالظبط. انا هقلب لك الفيديو دلوقتي وهوريك السمك اللي عايم، وهشرح لك وهو التليفون مقلوب عشان يبقى قدام عينيك كده. وكنت عايز اقول لك على حاجه تانية. دايما خد المعلومه من الميه اللي انت بتشتغل عليها. يعني مثلا انا بصطاد على البحر الاعمى، دلوقتي عامل فيديو على البحر الاعمى. انت بتصطاد على البحر الاعمى، ايوه اتفرج وشوف، بدل انت شايفني باخد سمك شوف انا بعمل ايه واعمل زيي. طيب انت من البحيره وكفر الشيخ وجنب صرف المزارع والحتت ديت، يبقى الفيديو ده مش هيفيدك. عايز تتفرج اتفرج، مش عايز تتفرج ما تتفرج، مش هتاخدش منه معلومه عشان مش هيفيدك. الشغل هناك على الميه عندكم غير الشغل عندنا على الميه هنا. يعني الميه الضيقه قوي غير الميه الواسعه، كل حاجه ليها شغل. فدايما خد المعلومه دور كده، خد المعلومه من حد بيصطاد على الميه بتاعتك وما تتكبرش. ممكن يبقى واحد اصغر منك بسنين وربنا صارف له في الحته دي شويه، فخد منه المعلومه. مش يعني انا لو حد اصغر مني لو عنده 10 سنين باخد منه المعلومه اشوفه بيعمل ايه لو بياخد سمك. اتفضل. خلاص بقى عشان الفيديو ده بقى كله سلامات هقلب لك التليفون دلوقتي وافرجك السمك اللي عايم اللي تشتغل عليه واللي ما تشتغلش عليه. بص بقى يا صاحبي، انا قلبت لك التليفون وهو شايف الميه عامله ازاي. ده الشط
شايف المية عاملة ازاي؟ المية قلبة، الرغاوي دي عاملة ازاي اهي. والمية من جوه ماهوش لونها، تحس ان المية مطربة مع الحر ده اهي. المية دي بقى والله لو اصطدت بسمسم ما هتاخد سمك. فانت لما تنزل على المية لازم تفهم المية، ما تروحش تقدر نفسك وتصلب نفسك على المية وتقول يلا هو اروح اتسلى. ومش انت لا بتتسلى ولا بتتنقل، انت بتطير تمن طعم بالشيء الفلاني وعلبة سجاير ومواصلات، وانت جاي مواصلات ولا بنزين كان معاك عربية. فما تقوليش انا رايح اتسلى. المية عاملة كده اهي اهي. شايف لون المية مدي اللون زي عامل زي مطرب او لون اصفر اهو. والرغاوي دي على الشط كده زي ما انت شايف. دي بقى بقول لك ايه، لو اصطدت بسمسم مش هتاخد سمك. المية عاملة كده تاخد بعضك وتتكل على الله على طول. بص بقى صح، شايف السمك اللي عايم ده اهو، هزوم لك عليه اهو اهو. اظن هو كده ظاهر معاك. شايف السمك عامله ازاي؟ ده البلطي العايم اللي احنا بنشتغل عليه. بس دي ما تاكلش، اللي انت شايفها دي شايف عامله ازاي اهي اهو. هتيجي تصطاد مثلا الصبحيه ولا الكلام ده وهتلاقي السمك ده عايم بالمنظر ده. ده ما ترميش عليه، ده مش هياكل معاك لو طعمت له بسمسم. السمكه ديت مطلعه بوزها من الميه كده، هي مش قادره تتنفس. ده بيبقى اسمه نقص اكسجين في الميه. فانت ما تشتغلش على السمكه دي خالص، اللي هي بالمنظر ده كده اهي. ممكن هتلاقي فيه هنا تاني، يعني المنظر ده يا صاحبي ما تشتغلش عليه، مش هتاخد منه حاجه. طب هشتغل فين؟ شايف بص السده اللي جوه دي، الخشبه اللي طالعه في نص الميه دي اهي، في تلميع في الميه اهو. ده تشتغل عليه. اللي تحت الشاشه من تحت خالص السرب اللي قايم جنب بعضه ده لا، ده هتخش جوه اهو. هتلاقي فيه تلميع جنب الشطي الرفيعه اللي طالعه من الميه في النص لوحدها دي. دي ترمي عليها تاخد منها سمك. ده لا، تخش جوه تاني اهو بين السدتين دول في النص تاخد سمك. المعلومات دي يا جماعه اهم من السمك، اللي انت تقعدش تتفرج على فيديوهات سمك وخلاص. ده مش هياكل معاك، ما ترميش عليه، مش هياكل. ده نقص اكسجين وهي مخنوقه مش هتاكل اهو. تسرب على بعضيها اهي اهي، مش هياكل. جوه اهو عند الخابور اللي بقولك عليه جوه ده، ده مش هياكل. ده التلميع اللي عند الخشبه اللي طالعه من الميه دي.